هل فعلا يستحق أشرف حكيم المغامرة؟ وهل المنتخب جاهز لمعارك إفريقيا الثقيلة؟ سؤال يشتعل قبل المواجهة المرتقبة. حكيمي تعافى جزئيا فقط، وما زال يفتقد الجاهزية الكاملة، وأي مجازفة قد تعيد الإصابة في بطولة تعرف بالقوة البدنية والاحتكاك العنيف. تاريخيا، مالي لم تهزم المغرب منذ 2006، وهذا يمنح الجهاز الفني هامشا أكبر للتريث بدل الضغط غير المبرر. ورغم الصورة الدفاعية الصلبة، إلا أن المنتخب يعاني من ثغرات واضحة في التمركز، بينما يظل أمرابط صخرة حقيقية دفاعيا، لكنه يبطئ النسق ويكبح الإبداع الهجومي. مشكلة الخروج بالكرة تحت الضغط تتكرر، والحلول تتحول غالبا إلى كرات طويلة للكعب أو رحيمي بدل تنظيم تكتيكي حقيقي، مع اختيارات تقنية تثير الحيرة وتقلق الجماهير. التحدي اليوم ليس في الجرأة فقط، بل في الحكمة وفي إصلاح الأعطاب قبل أن تتحول إلى كارثة. يجب على الجهاز الفني بأكمله التصرف بلغة العقل، لا الانصياع لقرارات من جانب رأي واحد.